طبعا نحن نعمل باستمرار. في المؤتمر الصحفي السابق تكلمنا على كردي. نحن أبدينا استغرابنا ودهشة كبيرة جدا، كيف كردي لديه قضية كردية، لديه قضية وجود وقضية أمة وقضية قومية تعاني من الظلم التركي وتعاني من الاضطهاد التركي وتقاتل من أجل الحرية هذه الأمة ومن حقها أن تقاتل. كيف أن يكون أحد أبناء هذه القومية أو هذه الأمة يتم تجنيده من قبل المخابرات التركية ويبعث إلى ليبيا ويقاتل إلى ليبيا؟ أنا وصلتني معلومة أن هناك الكثير من هؤلاء الذين تم تجنيدهم، ولكن هذا لا يعني أن لا يمثل الشعب التركي. نحن الإرهابي لا يمثل نفسه. الإرهابي حتى في ليبيا أنا من قبيلتي فيه إرهابيين ومن قبيلة كل الناس اللي معي عندهم إرهابيين، ولكن هؤلاء الإرهابيين لا يمثلون إلا أنفسهم أو من جندهم أو من دفع بهم نحو هذه المعركة.